حادين واحد ان باجاج امان، والباجاج اللي يمشي بلا سود خاصو يخلص عليه وقيله 100 درهم ولا حاجه. المهم كانت وقعت جات كوفيد، ولكن قبل كوفيد كذلك لقينا مشكل لانهم الاهرام كانت دارت شويه مشكلات، دارت لهم نفس التوقيت، دارت طياره ثانيه، وبالتالي مثلاو هما يعني مثلاو كونكورونسيال، مثلاو يقدروا ينافسوا الاهرام، وبالتالي تراجعوا عن دار البيضاء، وقفوا كاريمون وبقاو في مراكش. ولكن حتى مراكش مع الاسف كان لو تو درومبليساج عندهم ضعيف، وما كانوا مدعمين من طرف المجلس. درنا معهم اتفاقيه كنا باغيين ندعموهم، ولكن في النهايه تكلفت بهم وزاره السياحه. اليوم هذه الاتفاقيه مدعمه كما شفتوا، المجلس لا يدعمها ماليا، ونحن اللي بغيناه هو انه نشوفوا امكانيه فتح خطوط اخرى في الخارج باش تعود عندنا، لانه نحن في الحقيقه وهذا مهم اليوم الاستثمارات اللي عندنا في السياحه استثمارات كبيره جدا، ومع الاسف الربط الجوي ما واكب هذه الاستثمارات. اللي جيت اليوم واحد من هؤلاء الاوتيلات اللي هم 35% من البلايص اللي كان عنده ريزيرفي انيلاو. لماذا؟ لانه ما عندوش ما اصحابه ما لقاو طياره، ما قادروا يوصلوا للداخل. هذا مشكل عاوز الحق، مشكل كبير واللي خاصو يجبر له حلول، والسلطات الولائيه واعيين به، ونحن كذلك واعيين به، وناقشنا اكثر من مره، والناس مكبه كامله من اجل تقويه الربط الجوي للداخله، نتيجه لبعدها. داخله بعيد، داخله راهي بعيد يعني بالمقارنه بعيد من الهب، يعني بعيد من دار البيضاء. وهذا يعني نحن نشتغلوا عليه السنه في هذه الفتره القادمه حسب امكانياتنا، لانه حتى شفتوا البيدجي كبير، هذا راهي واصل شي 20 مليون ديال الدرهم. نتمناو بانه ان شاء الله يعني لو تو درومبليساج، يعني نسبه الامتلاء ديال الطائرات يعرف تطور باش نقدوا نزيدوا الى الامام. دونك هذا هو. اذا كان ما عندكم شيء نمر الرئيس كذلك ياسن المعطيات اللي مهم انتم تحضروا معاه وتشوفوا. خاصكم تعرفوا على ان هذا الاجتماع الربط الجوي للداخله واحد من الاولويات، انا نظن عن ما سابقه المو الصحه وعدها بالنسبه لنا، ولكن الربط الجوي للداخله السيناريوهات كامله اللي تكلمتوا عنها، الداخله الرباط، فتح خطوط كذلك زياده خطوط للدار البيضاء، فتح خطوط لامستردام ومدريد ولانجلترا يعني لندن، فتح خطوط، فتح كذلك اوبن سكاي بالنسبه للداخله. هذا كامل تم مناقشته وتم تنظيم عده لقاءات، وراهو عارف السيد الكاتب العام حضر معنا في هذا الشيء، وتم كذلك تنظيم لقاء على مستوى جمعيه الجهاد، وجاتنا الاهرام وقعدنا معها. هناك اكراهات حقيقيه، هناك عجز، بل عجز من طرف الاهرام بان تلبي هذه، وهناك كذلك اكراهات ماليه. لا تحسبوا على انه واحد لا يجيك لا يحسب معك، هو يلا قسموا انتم ميزانيتكم كامله قاعده على الطياره، ونبقاو قاعدين هنا ما عندناش لا صحه لا تعليم لا بنيات تحتيه لا والو. اذا خاصنا نعرفوا بانه مهم جدا بانكم هذا النقاش انتم ديروه لنا قبيل باللجان، وتقدموا لنا واحد مقترحات مهمه ونعودوا نحن نخدموا عليها تجي ملخص. ولكن انا نقول لكم على انه راه انفتحت عده نقاشات، وهذا اللي تكلمتوا عنه كامل تم تداوله في هذيك النقاشات وانا حاضر، وكنا درسناه نقطه بنقطه. المهم كونوا على يقين بانه نحن واعيين بان الربط الجوي للداخله واحد من الروافع الاساسيه للتنميه في الجهه، لانه يواكب التنميه. لما كان هناك هذه الرافعه راه ما خالف والو داخل، هذا متاكدين منه كاملين وواعيين به. والان نمر الى التصويت الى